English idioms 5. مصطلحات بالإنجليش الجزء الخامس. رقم 1 trying times. معناها أوقات صعبة أو ظروف فيها تحديات كتيرة. For example, the world is going through some trying times right now. العالم بيمر بأوقات صعبة الفترة دي. رقم 2 hold your horses. ده مصطلح معناه اصبر أو استنى شوية. بيتقال لحد متسرع أو مستعجل. Hold your horses. Let's think about this before we make a decision. اتقل شوية. خلينا نفكر في الموضوع ده قبل ما ناخد قرار. رقم 3 knee jerk reaction. معناها رد فعل تلقائي أو لا إرادي بيحصل من غير أي تفكير عميق، زي رد الفعل المتسرع. His response was just a knee jerk reaction. He didn't really mean it. رد فعله كان مجرد رد فعل متسرع، هو ما كانش يقصد ده خالص. رقم 4 capital punishment. ده المصطلح الرسمي لعقوبة الإعدام. For example, some countries still have capital punishment for serious crimes. بعض الدول لسه عندها عقوبة الإعدام للجرائم الخطيرة. This is Premier English by سارة، ودي كانت كام مصطلح جديد من مصطلحات الإنجليش.